هاي السالفة صارت وياي ولحد الآن ما أعرف الشي سويته صح لو غلط. قبل فترة كنت راجع للبيت متأخر، أنا وجاي أمشي شفت واحد واقف وجاي باع منا ومنه، يعني مبين عليه مرتبك. فمن مشيت من يمه صاحني وقال لي ممكن أتصل من تليفونك، بس أنا ترددت، مو لين ما أحب أساعد الناس، بس كل شي يصير بهالزمن، يعني الزمن صاير يخوف. ووعت عليه، كان شوية متوتر بس شكله يعني مو عدواني، يعني ما يخوف. فأنا انطيته موبايلي على مود يتصل، هو جاي يسجل الرقم، تبعد عني خطوتين تقريبا. فأني قلت راح يبوق التليفون، من شفته تبعد. فأني قلت له ها، دار علي وقال لي بس دقيقة دقيقة. فأني قررت أسحب التليفون من عنده وهو ظل مشلب بالتليفون، فالعالم ظلت تتباوع. فهو من شاف العالم عاف التليفون وراح يركض. اجوني ناس وقالوا لي زين سويت لأنه هذا كان حرامي. رجعت للبيت وكلهم يقولوا لي عاش ايدك خوش تصرف. بس المشكلة أنا ما ارتاحت، لمن وصلت للبيت لقيت مكالمة فائتة بنفس الرقم اللي هو حاول يتصل عليه، وصار عندي فضول واتصلت على الرقم وجاوبتني مرة صوتها شوية مبين تعبان. فأنا قلت لها منو هذا اللي اتصل عليك من رقمي؟ هي قالت هذا ابني وكنت أريده يوصلني، وسدته. والصراحة أنا ما أعرف لحد الآن إنه الشي سويته صح لو غلط. يعني أقول إنه احتمال كانت أمه محتاجة للولد وأنا ما خليته يتصل. فأنتوا لو مكاني كان إيش سويتوا؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسون اللايك، وأتمنى تقولوا لي إنه أنا الشي سويته صح لو غلط.